اليوم هو ميلاد قيصر الغناء العربي أبو وسام كاظم الساهر. كل محبيه في العراق والعالم العربي يحتفلون بميلاده. أعوام كثيرة مرت في مسيرته الفنية وهو في كامل ألقه، ولم يقل في أي عام منذ أن بدأ تلك المسيرة بإصرار ليس على تحقيق النجاح وحسب، بل تعدى ذلك في رسم صورة جديدة ومختلفة للفن العراقي والعربي الراقي، خرجت من حدود الوطن لتصل إلى لأذن كل مستمع. كاظم الساهر أسطورة الغناء العربي لم ينجح فنيا كمطرب وكاتب وملحن ومحكم، بل نجح لأبعد من ذلك في رسم وتأكيد صورة الشخصية العراقية الفنية المتزنة التي تركز على العمل والتميز بعيدا عن الانجرار لأي مهاترات وسجالات فنية أخرى. لم نسمع له أي مشكلة، لم يرد يوما على منتقديه، وهذا حقيقة صعب تحقيقها على مدى أكثر من 40 عاما من العطاء والتواجد في المشهد الفني. جمهوره من كل الأعمار يزيد ولا يقل، يحفظ أغانيه عن ظهر قلب، هو الفنان الرمز والأسطورة، يبقى هو العراقي اللي نرفع به الراس في كل المحافل الفنية. القيصر هو جزء من ذاكرة وطن بحلوها ومرها. كل يوم وانت بألف خير أبو وسام. رابطة عشاق القيصر الساهر في بغداد اليوم تقيم احتفال بالمناسبة، وطبعا خصوا الظهيرة بفيديوهات إهداء للقيصر. يعني حتى شوف راح أقول فد شيء، حتى رابطة معجبيه مختلفة عن البقية حقيقة. يعني أنا التقيت بهم في بعض المناسبات، خلوقين وحتى عندهم نوع من الانضباط في التعامل مع كل ما يمس القيصر. يعني بالعامية ما عندهم أي مشاكل مع أي فنان آخر، ولا يفتعلون مشاكل مثل معجبي الفنانين الآخرين، مركزين بشغلهم وبس. فراح نشوف هذه الفيديوهات ونقول أبو وسام كل يوم أنت بألف خير، وإن شاء الله المزيد من العطاء ومزيد من الألق يا قيصر الغناء العربي، ونتمنى لك كل خير. صوتك الرائع وألحانك الساحرة ستظل دائما في قلوبنا. شكرا. كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى. قبل 68 عاما وفي مدينة الموصل ولد أيقونة الغناء العربي وسيد المسارح كاظم الساهر في 12 من أيلول من عام 1957، ولم يكن أحد يعلم يومها أن هذا الطفل سيكون قيصر الأغنية العربية فيما بعد. عشق الساهر الفن والموسيقى منذ نعومة أظفاره، ولم يتأخر كثيرا حتى اشترى جيتارا، ثم تعلم العزف على آلة العود، ولم يكتفي بذلك بل قام بتلحين أول قصيدة في حياته وهو بعمر 12، وهي قصيدة أين أنت؟ ليالي أنت أنا نشوة كأسي وخيالي، أين أنت الآن من صحو الليالي أم أنا أيني؟ لم يعتمد الساهر على موهبته فقط، بل أسندها بالعلم، فدخل معهد المعلمين وتخرج منه معلما للموسيقى، ثم دخل معهد الدراسات الموسيقية ببغداد ليتخرج بعد 6 سنوات موسيقيا محترفا مدعوما بالموهبة والدراسة الأكاديمية. فكان النتاج رائعة إني خيرتك التي قدمها على مسرح المعهد لأول مرة. بداية عقد الثمانينيات كانت الانطلاقة الحقيقية للساهر نحو النجومية والشهرة، فكان أول ظهور رسمي له وهو بعمر 24 عبر أغنية
ورد العشق. إبداعات أبو وسام توالت واحدة تلو الأخرى عبر عدد من الألبومات التي احتوت على أجمل الأغنيات الشعبية، والتي مثلت حالة فنية جديدة آنذاك وأسلوبا غنائيا مغايرا عما كان سائدا في الساحة الغنائية العراقية. اعتمد هذا الأسلوب على الكلمات البسيطة والألحان المتجددة التي دخلت إلى قلوب الجمهور سريعا، وظل يرددها في كل مكان كأغاني غزال، لدغة الحية، إيش جابرك على المر، وعبرت الشط. عبرت الشط على مودك وخليتك على راسي، كل غطى أحس بالموت وقوة أشهق أنفاسي. رسخ القيصر حضوره الفني محليا وعربيا عام 1990 عندما أصدر أغنيته الخالدة لا يا صديقي، التي أعادت الجمهور إلى الأغنية الطويلة بعدما اندثرت آنذاك. الانعطافة الكبيرة في مسيرة الساهر الفنية جاءت عام 1997 عندما بدأ بتلحين وغناء القصائد باللغة العربية الفصحى، فأحدثت أغنية مدرسة الحب انقلابا في ذائقة الجمهور وإقباله على القصيدة المغناة. يا امرأة انقلب التاريخ إني مذبوح فيك. ثم جاءت أنا وليلى وحبيبتي والمطر وأبحث عنك والحب المستحيل وقصة حبيبين وحافية القدمين والرسم بالكلمات ولا تزيديه لوعة وكتاب الحب وأخيرا مع الحب، وكلها ألبومات أثبتت عبقرية القيصر لحنا وأداء. هذا الفن الراقي كلاما ولحنا وأداء جعلت كاظم الساهر نجما كبيرا يحظى باحترام وتقدير الجمهور الذي يقبل بلهفة على حفلاته ويردد أغانيه، بل وحتى يحتفل بعيد ميلاده على المسرح. مكانة القيصر كبيرة ليس لدى الجمهور فحسب، بل حتى بين زملائه الفنانين يحظى باحترام ومحبة كبيرتين. موهبة فريدة وإحساس مرهف جعلتا القيصر فنانا كبيرا ونجما في سماء الموسيقى العربية والعالمية بفضل أعمال فنية تميزت بالإبداع في كل تفصيلة من تفاصيلها، وعاما بعد آخر يزداد تألقا ولمعانا لأن تاريخ ميلاده تغير، وعلى يد ملهمته سيكون بدء حياته. كم كنت أذكر الهوى وعذابه حتى رأيت والتقيت بذا.
انت رمز ومثل يحتذى به في الاخلاق، في التربيه، في الاصل، في الفن، في الالتزام، في كل حاجه حلوه. في هذا الزمن انت عمله نادره، واحنا بنفتخر بيك ونتشرف بيك وبنحبك جدا. مناسبة جميلة وذكرى رائعة، وهي عيد ميلاد الفنان والإنسان والصديق الغالي كاظم الساهر وسام. حبيبي الغالي، كل عام وانت طيب، كل عام وانت حبيبي. عيد ميلاد سعيد وعقبال سنين كتيرة بصحة وستر وراحة بال. العزيز أبو وسام، كل سنة وأنت طيب وسالم، وكل ما تكبر تحلى. دائما أنت في الطليعة في المقدمة، وما أنا أشوفك شاب لا تشيخ. أتمنى لك إن شاء الله تكون دائما القيصر وكسرى وملك الأباطرة. القيصر الصديق الخليل كاظم الساهر، كل عام وأنت بألف خير، من إبداع إلى إبداع وتألق دائم.